كارثه كمان ان في بوست كتب على الفيسبوك منتشر بسرعه جدا، الاف اللايكات والاف الشير والاف التعليقات كلهم مع البوست. البوست بيقول ايه؟ البوست بيقول انه الفنان ياسر جلال قال ان الصاعقه الجزائريه كانت موجوده في ميدان التحرير سنه 67 بعد النكسه. هو ما يعرفش ان الصاعقه الجزائريه اتاسست سنه 69 على ايد القياده العسكريه المصريه الفريق محمد فوزي. لهنا وقف البوست، وده على ده حصل الشير واللايك والتعليقات المؤيده. الحقيقه اللي كتب البوست ده واللي عمل شير واللي عمل لايك واللي عمل تعليق ما فكرش انه يعمل سيرش بسيط جدا ويتاكد من المعلومه. المعلومه الصحيحه بتقول ان الصاعقه الجزائريه اتاسست سنه 57، وتم تاسيس وانشاء مدرسه الصاعقه الجزائريه في المرحله الثانيه من التاسيس سنه 63. من 57 كان في صاعقه جزائريه بتواجه الاحتلال الفرنسي، وبعد التحرير بعد الثوره الجزائريه اتعملت مدرسه الصاعقه سنه 63. يعني 64 كان في صاعقه جزائريه بعد المدرسه، طبعا قبل كان في، لكن خلينا نتكلم على بعد المدرسه. 64 65 66 67 لغايه النكسه كان في صاعقه جزائريه. صاحب البوست بقى واللي عملوا متابعات معاه واللي عملوا تفاعلات معاه قالوا ان ما كانش في صاعقه جزائريه. هو انا عشان اقول ان الفنان ده غلط، الفنان ده كذب، امسح التاريخ؟ بوست غلط زائد شير زائد لايك زائد تعليق متوافق مع البوست اللي غلط بيساوي تزييف وعي أمة، بيساوي تزييف للتاريخ. لما البوست ده وغيره ينتشروا بالشكل ده، اللي هيجي بعد سنة أو بعد سنتين علشان يعمل بحث على النت ويدور على تاريخ تأسيس الصاعقة الجزائرية هيطلع له التاريخ الغلط اللي صاحب البوست كتبه واتعمل عليه شير. الحقيقة فما صدقوا ياسر جلال قال الغلطة في الجزائر، وانهالت الاتهامات والهجوم المباشر والغير مباشر على ياسر جلال اللي تحول لتزييف لتاريخ حقيقي. بدأ الهجوم من انه لا الجزائر القوات الجزائريه ما كانتش في ميدان التحرير، لانه اصلا ما كانش في قوات جزائريه موجوده في مصر، لا اصلا ما كانش في حاجه اسمها صاعقه في الجزائر. ده التسلسل اللي مشي بيه الهجوم، من تسلسل قد يكون منطقي الى تسلسل مزيف ومزور للتاريخ. بالمناسبه دي مش اول خناقه او معركه تحصل ما بين مصر والجزائر بسبب الجمهور، بسبب السوشيال ميديا. قبل كده كان في معركه بسبب المباراه، ماتش الكوره اللي حصل ما بين مصر والجزائر، والفنانين المصريين طلعوا وقالوا الحقونا احنا موجودين وبنتضرب، احنا بنموت الحقونا. وبعد كده اكتشفنا ان الفنانين دول كانوا موجودين في اوضهم في التكييف